ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من قناتي وفيديو جديد وحلقة جديدة. بس قبل ما أبدأ أي حاجة أقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حبيبة بنتي هبلة شوية ما تدقوش عليها. بس قبل ما أبدأ أي حاجة أقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا هعمل معاكم التمر هندي الطبيعي زي ما احنا شايفين. احنا عارفين قوامه بس أنا مقطعاه ونقعاه شوية بصراحة، بس خليت القطعة دي عشان أوريكم هو الشكل العام يعني بيبقى عامل ازاي. احنا كل اللي بنعمله بنقطعه بس كده اهو قطع صغيره، وطبعا هو بيغلي في الميه وبيتفتفت وبيبقى النسيج بتاعه مستوي نهائي. يعني انا هتسيبيه لحد ما يتهري خالص. خطوه النقع دي مي خطوه اساسيه على فكره، خطوه عاديه جدا ممكن تستغني عنها وتعمليه في ميه سخنه. انا برده مجهزه لك الكاتل عشان تشوفي اهو. دي لفه التمر هندي دي نص كيلو، هحط عليها 2 رتل ميه. الكاتل بتاعي ده انا معايره فيه مع الجزء اللي كان منقوع فيه التمر هندي 2 رتل ميه. دول الميه اللي عصير التمر هندي هيتعمل فيه، يعني انا مش هحتاج ميه تاني غير الميه دي. في ناس بتعمله زي ما هو كده بس بيبقى اللون بتاعه وطعمه فيه مزازه شويه، فانا بحب اضيف له الكركديه. ده حوالي 8 كيلو كركديه هحطه على النص كيلو تمر هندي وهسيبه علشان يديني لون ومذاق. هغلي الاثنين مع بعض وفي النهايه هيتصفوا، وطبعا هنكمل مع بعض الخطوات. الخطوات سهله وبسيطه خالص ما فيهاش اي مشكله. هتسيبي ده لما يستوي نهائي. بصي مجرد ما انا حطيت الكركديه اللون بتاعه ابتدى يتعزز. ده بقى اللي هو العناب اللي على اصوله بقى، يعني زي ما احنا عارفين احنا بنعمل عناب بالكركديه والسكر، لا ده بقى مع اضافه التمر هندي ده المشروب الاصلي يعني زي ما بيقولوا. تمام. المشروب التمر هندي مع الكركديه ده مشروب اولا غير ان هو في رمضان مفيد جدا يعني بيروي العطش، غير ان هو كمان بيعالج مرضات الدم وبيعالج بيحسن من صحه القلب وبيحسن من قوه يعني من صحه المناعه بتاعه الجسم بوجه عام. تمام. ففوائده كتير جدا. اثناء الفيديو ان شاء الله هقول لكم فوائد التمر هندي. هسيب ده يغلي مع بعضه كويس جدا لحد ما نسيج التمر هندي. بصوا يعني ده اثناء النقع بصوا يبقى مهري خالص كده. انا هسيب ده كله يغلي مع بعض لحد الدرجه اللي انا عايزاها، وهرجع تاني معاكم نكمل مع بعض خطوات التمر هندي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لكم بعد ما التمر هندي كده خلاص استوى كويس جدا زي ما احنا شايفين. لونه جميل جدا هو والكركديه. لو عندك هاند بلندر في المرحله دي تبقى حاجه كويسه جدا. ما عندكيش يبقى احنا هنستخدم بقى الطريقه الايه بتاعتنا بتاعت زمان، يعني ان احنا نعصر. فاكرين لما كنا بنعصر الطماطم بايدينا؟ هصفي كده انا المقدار هنا كده واعمله بايديا خالص زي ما احنا شايفين. هو المرحله دي مهمه، وبعدين هنعمل التصفيه مرتين علشان انا مش عايزه فيه اي شوائب. في المرحله الثانيه انا ممكن اضيف رتل ميه كمان لان الكميه عندي بسم الله ما شاء الله عايزه اقول لكم يعني كتيره جدا. هنعمل كده لحد ما هو يتصفى وبعدين نبتدي بقى ندخل بايدينا يعني. طبعا تحطي مصفى تكون تحتيها حاجه محكمه عشان مفيش حاجه تقع منك وتبهدلي الدنيا يعني بمعنى اصح، لان هو ده مش بيطلع من الهدوم. يعني انتوا عارفين الكركديه والتمر هندي من الحاجات اللي ما بتطلعش من الهدوم. عايزه اقول لكم بقى على فوائد التمر هندي. التمر هندي بيحسن من صحه القلب، بيحسن من الجهاز الهضمي، من صحه الجهاز الهضمي، بيزود نسبه المغنيسيوم، بيظبط السكر، بيظبط الكركديه كمان معاه ضغط الدم. يعني كله فيتامين سي وكله مواد مضاده للاكسده. يعني مشروب مفيد جدا. يعني عايزه اقول لكم كله فوائد بجد. يعني بيزود من نسبه الهيموجلوبين عشان عارفين ان الكركديه كله نسبه حديد، فالاتنين مع بعض بيعملوا مزيج من الفيتامينات مفيد جدا. بصوا ده الخليط اللي معايا اهو. كل اللي انا هعمله بقى بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بقى بايه واحده واحده كده اهو.
طبعا انا انتوا عارفين من زمان ان انا ما بعرفش اشتغل للاسف بجلافز يعني، فانا هشتغل بايدي، ايدي نظيفه، معداتنا نظيفه طبعا. كل اللي انا هعمله ان انا هضغط على الثمار التمر هندي بالبذور بتاعتها عشان انزل كل اللي فيها، علشان ما يبقاش عندي ايه حاجه فيها يعني. كل اللي انا هعمله هفضل اعمل كده زي ما احنا شايفين كده اهو لحد ما اخلص. شايفين بصوا ده اللي هو العصير. انا عايزه اخلص من كل العصير اللي في التمر هندي ده، وهرجع تاني اوريكم بقى الشكل النهائي بعد ما اصفيه ونعمل مرحله التصفيه الثانيه. احنا شايفين الكميه معايا بسم الله ما شاء الله، لان ده نص كيلو تمر وعليه حوالي 8 كيلو كركديه. بصوا هنفضل نضرب لحد ما يبقاش فيه اي حاجه. بصوا مفيش حاجه خلاص، اللون مش منزل حاجه. شايفه ده اللي انا اقصده، شايفه دي الدرجه اللي انا اقصدها كده. البذر اتعمل وتفضلي تضربي خالص كويس جدا. دي تصفيه اولانيه يعني تصفيه اوليه، وبعد كده هنصفي مره ثانيه على اساس ان لو حصل ان في اي شوائب من بذور التمر هندي دي نزلت في الطبق اللي انت بتصفي فيه، لا تعيدي التصفيه تاني عشان اللي يجي يشرب يكون يعني الحاجه صافيه وجميله كده، تشربي المشروب كده تستمتعي بيه. تمام. بصي انا عايزه اوريكي ان انا يعني جبت اخره، مفيش حاجه كده خالص اهو. وبسم الله ما شاء الله دي الكميه اللي طلعت معايا من النص كيلو اهو، ده وده. عايزه اقول لك يعني ايه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. هنبتدي ان احنا ايه نصفي بقى تاني زي ما انت شايفه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بسم الله، عايزه اقرب ده في النص كده علشان يبين معايا، في نفس الوقت ابقى متحكمه في المصفى دي لانها مش ماسكه. تمام. الكادر واضح ان شاء الله. بصي بقى هنا بتنزل بكل سهوله اهي. هتعملي كده اهي بكل سهوله خالص، هتلاقي ان التمر هندي معاكي. بصي هو ما فيهوش اي حاجه، بس انا بحب المرحله دي علشان تبقى التصفيه معايا يعني زي ما بيقولوا كما يجب يعني. هصفي انا المقدار كله للاخر خالص وبعدين ارجع تاني معاكي علشان ما اطولش عليكي وقت الفيديو. احنا شايفين كده حبايب قلبي ده المنظر النهائي. هحليه بقى، هحلي الكميه كلها بالسكر. طبعا السكر ده حسب الرغبه، تعمليه بقى بعد الفطار عشان هو بياخد كميه سكر محترمه. يعني انا كده حطيت حوالي نص كيلو سكر. هدوب السكر كويس جدا علشان يعني تبقي عارفه مقياس السكر اللي انت عاملاه، تبقي تدوقي بعد الفطار. طبعا التصفيه مهمه جدا زي ما انا قلت لكم. بصوا خلاص كده بقى صافي العصير خالص قدامي. هصب بقى في الكاس كده، بس طبعا بعد انا حاطه في الكاس شويه تلج، بس طبعا التلج غالبا ساح. بسم الله. تمام. الرغاوي طبعا دي من السكر والتقليب. اتمنى ان شاء الله ان الوصفه تنال استحسانكم واعجابكم. طبعا بقى بتعبي بقى الكميه الزياده التانيه دي في اكياس، بتعبيها في ازايز حسب ما انت عايزه. انا عن نفسي هعبي في اكياس وهعبي في ازازه نستخدمها يعني نشربها، وهخليكم بقى معايا لحد ما نشوف المنظر النهائي. اتمنى ان شاء الله ان اللي بيشوف معايا القناه لاول مره يدوس لايك وشير وسبسكرايب. دلوقتي حبايب قلبي ده المنظر النهائي للتمر هندي. زي ما احنا قلنا فوائده في الفيديو في الاول، ليه فوائد كتير جدا، وده كان شكله مشروب كله فوائد ومشروب جميل جدا وسهل التنفيذ. هي المشكله بس في التصفيه هي اللي بتاخد وقت شويه. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو ينال استحسانكم، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه، ودعوه منكم ليا بظهر الغيب ولكل مريض يتالم. اترككم في رعايه الله وامنه.